اخطر طريقه اندومي بديله النودلز هتعملها في البيت. مفيش حد هياكل نودلز تاني خلاص. الطريقه دي للكبار فقط والصغيرين وبتوع الثانويه العامه والاجازه العيد كمان. اما طريقه اندومي بالكابوت سفلة مع الجمدان. محدش هيجيب نودلز كوري تاني. خلاص كده مفيش حد اول ما يشوف الفيديو ده هيجوع اخر المحشي الليل. بمراحل. سيبوا الفيديو يلا بينا نعمل اندومي الطريقة على العيد، الثانوية العامة، الأجازة، الأطفال كان لذيذة. لو قلبك جاي جربها. خش هتجيبك يلا بينا على الطريق. خش هتجيبك انا ياسمين. اندومي باللحمه وسط الزحمه وهنسيبها على النار تتسلق في ميه لوحدها. حله على النار بقى لوحدها. وتعالى اقول لك هنعمل ايه. تحط شويه زيت، فلفل كوبي احمر واخضر واصفر، بعد كده معلقتين صلصه كبار على حسب الكميه برضو اللي انت بتحبها. ومركز بقى كل ده في بعض كده. ومن هنا الريحه تبتدي تطلع كده. جيب بقى الكابوتشي من الراجل بتاع الخضار وهنقطع حبه صغيره وهناخد معلقه من سلقه الاندومي. نحط حبه ميه من سلق الاندومي عليهم. هنفضل نقلب بقى كده لحد اما العظمه دي كده تتمركز جوه بعض. انا بقى بديل الكاتشب الحار. هو النوع ده اللي ما اقدرش استغنى عنه واعمل حاجه من غيره. فانا عايز اقول لكم لو قدرتوا تخلصوها كلها اعملوها عادي. مرقه دجاج وهنفضل نقلب ونمركز. بعد كده هنا الاندومي خلاص كانت خلصت. هننزل بالاندومي على كل العظمه اللي احنا عملناها دي. وقلب كده ومركز لحد اما الاندومي تدخل كده في كل المكونات دي. وهنزود عليهم كاتشب حار. بعد كده اخر حاجه هننزل بتوابل الاندومي ونص ليمونه وشطه. دي طبعا اختياري وهي السبع بهارات. اي نوع جبنه بقى من عندك ولو يستحسن جبنه كريمي. وبس كده تاكلوا اجمل طريقه اندومي الجوع اخر الليل. محدش وصحية هيجيب كمان. نودلز كوري تاني. هناخد نص الكابوتشي وهنمسك واحده منها صغيره كده وهنحشي الاندومي وعليها صوص الحار. وهننزل بعصره ليمون. الاختراع ده اللي مش هيجربه صدقني بمراحل. هيندم لجوع اخر الليل. اعمل منشن لصاحبك لو وخليه قلبك جريء يجربه انت جربها. وهو.